حبسه وبداية محاكمته. إذن كان لابد بخلفية سياسية وإيديولوجية إيجاد قانون أو صياغة قانون يؤطر ويجيب على حالات كان تعتبر حالات اعتقال سياسية. يعني معتقلون سياسيون وجدوا أنفسهم بعد يعني اندحار نظام صدام حسين أنهم يتمتعون بنوع من الحرية، ولكن ينظرون إلى ماضيهم كمعتقلين سياسيين. الذين كانوا يحكمون العراق في تلك الفترة بالخلفية الإيديولوجية والسياسية صاغوا هذا القانون، سموه قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وعرف المعتقل السياسي كما يلي: كل من سجن بسبب معارضته للنظام البائد نجد له سندا كحقوقيين. دائما نحيل كلامنا ومرافعتنا على المرجعيه الحقوقيه. عندما نرجع الى المبادئ الاساسيه بشان استقلال السلطه القضائيه التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحده لمنع الجريمه ومعامله المجرمين يوم 6 دجنبير 1958، نجد دون تحيز على اساس الوقائع وفقا للقانون ودون اي تقييدات او تفسيرات غير سليمه او اي اغراءات او ضغوط او تهديدات او تدخلات مباشره كانت او غير مباشره من اي جهه.